السلام عليكم، ورجعنا لكم فيديو جديد من قناه تستويه. معاكم مهند. وزي ما الفيديو اللي فات محمد ضحك عليا وبعني وعمل وصفه الكبده لوحده، انا النهارده جاي اعمل لكم وصفه مكرونه سهله وسريعه جدا في 10 دقائق. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه نسلق المكرونه اللي محتاجينها على معلقتين زيت عشان المكرونه ما تلزقش، ورشه ملح، فصين توم او 3 حسب الرغبه مفرومين. انا بحب التوم فازود شويه. بعد ما الميه تغلي ننزل بالمكرونه تتسلق من 8 ل 10 دقايق حسب قوه النار، وممكن اكتر. وبعد ما تتسلق المكرونه بنصفيها، وفي نفس الحله نحط معلقتين زيت او سمنه ونشوح التوم فيهم. وبعدها نضيف مقدار نص كوبايه ميه لكل نص كيلو مكرونه، مكعب مرقة أو 2 حسب الرغبة. وبعدها بنقلب الخليط كويس جدا لحد ما كل المكونات تتخلط، وممكن نضيف معلقة فلفل أسود ودي اختياري. وبعد كده بقى ننزل بالمكرونة على الصوص اللي عملناه وقلب قلب قلب قلب. بعدها بقى نضيف جبنة تركي مبشور، والكمية حسب رغبتنا، وده المكون السحري اللي فيه الطعم كله. ونفضل نقلب لحد ما الجبنة تسيح تماما، ومعاك أحلى مكرونة بالجبنة سايحة في 10 دقايق. دلوقتي بعد ما المكرونه خلصت خلاص وجاهزه على الاكل، حاجه لا تقاوم. بيرفكت. اللي مش هيجربها هيندم.